متى يكون الإنسان شريك الشيطان؟ شريك الشيطان. لو الرسول صلوات الله عليه وآله صلي عليه، فدي أروح لك صلي عليه وأكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله. قالوا له يا رسول الله وفي الناس شرك شيطان؟ أكو إنسان يشارك شيطان، أو شرك في منبته أو في أصله أو في ولادته، يعني أكو شراكة في القضية؟ يقول صلى الله عليه وآله أما تقرأ قول الله عز وجل وشاركهم في الأموال والأولاد، وشاركهم في الأموال والأولاد. مرات يصير هذا الشيطان شريك بنادم بماله أو أولاده. زين، يمتى يصير الإنسان شريك الشيطان؟ يقول عن أبي عبد الله صلوات الله عليه سلام الله عليه، أبي عبد الله الصادق قال من علامات شرك الشيطان الذي لا يشك فيه أن يكون فحاشا لا يبالي ما قال ولا ما قيل له، ما يهم، لسانه بذيء، لسانه متبر من عنده، شنو كلمة تجي بحلقه يقولها ولا كنه. فهذا شنو؟ هذا شبيه؟ هذا فيه شرك من الشيطان. وعن الصادق عليه السلام أنه قال رسول الله صلوات الله عليه وآله إذا رأيتم الرجل لا يبالي ما قال ولا ما قيل له فهو شرك الشيطان. وعن أبي الحسن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه عن المصطفى صلى الله عليه وآله قال إن الله حرم الجنة، حرمها على كل فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل له، فإنك إن فتشته، هذا إذا دورت وراه وجدت لم تجده إلا لغية أو شرك شيطان أو شرك شيطان. نسأل الله أن يجيرنا من شراكته ومن كل بذيء لسان لا يحفظ كرامته ولا كرامة غيره. لا تنسوني والدي من خالص دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.